الحقيقة إن النشيد الوطني لكل بلد في الحقيقة هو بيعبر عن الشعب في البلد دي وتاريخ البلد. لما جيت أبص للنشيد الوطني في بلادنا العربية لقيت فيه عامل مشترك بين كل الأناشيد الوطنية اللي اتعملت، وده بيرجع في الغالب لأن أغلبها اتعمل في فترات متقاربة، وكان كل البلاد العربية بتحاول تخرج من احتلال، يعني بتحاول تطلع من احتلال اللي عندها او طلعت من الاحتلال، فجه ده في النشيد الوطني بتاعهم اللي في الغالب كان كله بيحاول يعمل حاجات شبه بعضيهم بتعبر عنهم. بس في حاجة كانت مختلفة شوية في النشيد الوطني المصري هاجي لها واتكلم فيها. بس اللي لقيته، تعالوا نبص كده، لو مثلا مسكنا النشيد الوطني السوري مثلا، فهنلاقيهم مثلا بيقولوا ايه: حماة الديار عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت حرام، عروش الشموس حمى لا يضام، وما إلى ذلك. فهتلاقي فيه إنه بتتكلم عن العزة، أبت أن تذل النفوس الكرام، بتتكلم عن العروبة وحماة الديار، وبتتكلم عن الوطن بشكل فيه إيه، قوة وعزة وما إلى ذلك. لو جينا مثلا للنشيد الوطني التونسي هتلاقيهم بيقولوا مثلا ايه: حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا هلموا لمجد الزمن. هتيجي بعد كده هتلاقي في مثلا ايه: اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. هتلاقي برضو المعنى بيروح في المقاومة، وان احنا الشعب لو اراد الحياة واحنا عندنا ارادة قوية وهنحمي الوطن، واحنا الحماة حماة العرين وما الى ذلك. جيت مثلا للنشيد الوطني اليمني هتلاقي: رددي ايتها الدنيا نشيدي، ردديه واعيدي واعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حلل من ضوء عيدي، من ضوء عيدي. يعني برضو هتلاقي وحدتي وحدتي يا نشيد بيتكلم عن الوحدة وعن العزة وعن الشهداء اللي ضحوا من أجل الوطن، وعن فرحتنا بوطننا. كان كله ساعتها كان بيحاول يطلع من احتلاله، فتلاقي ان النشيد بيتكلم في العزة وفي الشهداء بتاعتنا، وان احنا نحمي اوطاننا وما الى ذلك من الحاجات اللي موجود. هتلاقي بقى كله في كل الاناشيد كده. مثلا لو جيت للنشيد الوطني الجزائري هتلاقيه كلامه: قسما بالنازلات الماحقات، والدماء الزاكيات الطاهرات، والبنود اللامعات الخافقات، في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا في حياة أو ممات. يعني تلاقي قوة بقى طالعين من بلد مليون شهيد، فطالعين من تحرير من الاحتلال الجزائري وطالعين بقوة. فتلاقي كلام قوي جدا: وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، واحنا ونحمي الجزائر وما إلى ذلك. كله بقى لو عديت على أي نشيد وطني أيا كان، يعني لو رحت مثلا للنشيد الوطني السعودي، تعالى كده نعدي على النشيد الوطني السعودي، فهتلاقي: سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضرا، يحمل النور مشطرا، رددي الله أكبر يا موطني، موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. فتلاقيه برضو بيتكلم عن عاش الوطن والفخر والمسلمين وحتة ان موطني ليه مجد ورفعة وما إلى ذلك في الحاجات اللي متقالة. طيب لو جينا بقى كله، لو لاحظنا هتلاقي بيتكلم في المجد، العزة، التضحية للوطن، وان احنا نحمي وطننا، وان احنا هنخش بالقوة، واذا الشعب يوما اراد الحياة، وقسما بالنازلات الماحقات ومش عارف ايه. فتلاقي في احنا طالعين بقوة في النشيد ده. وجينا النشيد الوطني المصري هتلاقي حاجة مختلفة تماما، مش هتلاقي الكلام ده كله موجود. وغريب لان في اناشيد وطنيه مصريه، يعني في اناشيد اتعملت كانت فيها ده، بس النشيد الوطني المصري الرسمي مش هتلاقيه بيعبر عن ده. ده هتلاقيه ايه، بيقول ايه: بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. يعني
وكأنك بتهدي قصيدة لحبيبة. يعني موضوع فيه لك حبي وفؤادي، كأنك بتكتب حاجة رومانسية، حاجة فيها كده خفيفة لايت. لا هكمل: مصر يا أم البلاد، أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم لنيلك من آيات. يعني طب فين احنا هنضحي؟ فين احنا؟ مش هتلاقي في النشيد. هتلاقيه كمان حتى اللحن بتاعه هتلاقيه لحن عاطفي، مش لحن حماسي، مش دن دربن دن دن. مش هتلاقيه في حاجه كده، لا هتلاقيه بلادي، تحس انه عايز يتغنى في اوبرا، حد يغنيه كده بطريقه هو بيعبر بالطبع عن لغتنا وعن يعني طريقتنا، بس ما فيهوش يعني. ومهما حتى واحنا صغيرين كنا نحاول نقوله بحماس، كنا بنقوله بزعيق يعني: بلادي بلادي. بص، بلادي عايز عرب هنا عايز حد يطلع وينزل: لك حبي وفؤادي. فتلاقي. وبرضو لو لاحظنا في النشيد هنلاقي في حاجة تانية. هتلاقي النشيد الوطني المصري بيذكر ان مصر هي ام البلاد، يعني انت هي مصر ام الدنيا فمذكوره فيها. فانت يعني وعلى كل العباد، كل الناس في الدنيا اللي موجوده كم لنيلك من اياتي. يعني النيل بتاعك برضو النيل مذكور. فاحنا برضو دي حاجه من موروث قديم من ايام الفراعنه، ان احنا النيل اللي هو مصر هبه النيل، فتلاقيه دايما موجود. فده يعني دي الحاجه الغريبه. هو ممكن تكون حاجه كويسه وممكن تبقى يعني في اناشيد تانية وطنيه اتعملت كانت قويه، يعني اسلاميه مصر انني الفدا يدي مش عارف ان مدت الدنيا ابدا لن تستكيني. تحس ان في هنا انت وانت بتقوله انت عايز تطلع بقوات. وهتلاقي مثلا يا اغلى اسم في الوجود، تلاقي يا مصر، فتلاقي فانت بتطلع اسم مخرج، تلاقي الموضوع الا النشيد الوطني بتاعنا: بلادي بلادي بلادي. يلا يعني انا دي كانت ملحوظه كده صغنطوطه لقيتها فقلت ايه اقولها لكم. شكرا.